واخيرا الاخوان عزيز الاخ كيف فرح المغاربه بخصوص جوده البنيه التحتيه في المغرب، وهذا الشيء اللي قال لابد هنا أن نستحضر بالأرقام ما حققته بلادنا خلال 25 سنة على مستوى إنجازات البنية التحتية وتحديثها. واش بصح ولا لا؟ هادشي غنتعرفوا ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن ضروري تكون الفيديو تاكد على هذه القضيه. بحيث تفاعل رئيس الحكومه عزيز اخنوش مع مداخله النواب في الغرفه الاولى ديال البرلمان، وشكرهم على المساهمه ديالهم والاهتمام الكبير بموضوع تطوير البنيه التحتيه، واعتبر ان هذا الشيء كيبين ان الحكومه والبرلمان خدامين باش يبنيو مجتمع ديمقراطي ومتماسك وحداثي وعصري كيف بغى سيدنا الملك وكيتمنى المغاربه، حيث انتقلنا من 80 كيلومتر في الطرق الصيا سنة 99 إلى 1800 كيلومتر حاليا، كما صار المغرب يحتل المركز 16 عالميا مستوى كثافة وجودة الطرق. قال أخنوش في غرفة البرلمان: من نهار تحمل المسؤولية في الحكومة اعتبرنا أن تحديث البنية التحتية ماشي غير اختيار ولكن التزام سياسي برؤية ملكية طموحة. وزاد: الإرادة السياسية ديالنا هي نلتقطوا الإشارات الملكية ونحولوها لإنجازات ملموسة على أرض الواقع. وفاش جاوب على المداخلات فروق الأغلبية والمعارضة والنواب المستقلين، قال رئيس الحكومة: منين كنهضروا على البنية التحتية راه كنهضروا على مغرب جديد، المغرب اللي بدا تأسيسه الملك محمد السادس من 25 عام، وأكد أن الحركة اللي كاينة في اليوم في مجال البنية التحتية ماشي حاجة معزولة أو مؤقتة ولكن داخله في الرؤيه العامه ديال بلادنا. وزاد اخنوش وشرح ان تنظيم كاس العالم في بلادنا غادي يكون واحد المحرك الكبير باش يتسرعوا الاستثمارات ويتكرسوا المكتسبات في مجال البنيه التحتيه، واعتبر ان هذا الشيء قفزه نوعيه في المسار التنموي والاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب. قال اخنوش ايضا: منين كنهضروا على 2030 راه ماشي غير تاريخ عادي في المسار ديال بلادنا. وزاد: هذا الشيء كيعني مغرب البنية التحتية المتكاملة، مغرب العدالة المجالية والاجتماعية، مغرب التنمية المستدامة، ومغرب المساواة وتكافؤ الفرص. وأكد أن التحولات الكبيرة والمجهودات اللي دارتها بلادنا خلات ملف المغرب لتنظيم مونديال 2030 غادي يكون قوي وجدي وموثوق. وزاد: الدور ديالنا كحكومة هو نحقق الأهداف اللي رسمها سيدنا ونوفروا للمواطنين والمواطنات الشروط باش ينعكس هذا البرنامج التنموي على الاقتصاد الوطني رهان على الجودة. أكد رئيس الحكومة أن التحديات الكبيرة اللي كتواجهها بلادنا كتحتاج بنية تحتية في المستوى ديال الطموحات المستقبلية خصوصا في المجالات ديال الماء والطاقة والتشغيل. وزاد أيضا: الحكومة كتراهن على تحسين جودة البنية التحتية حيث هذا الشيء هو الطريق نحو النجاح. قال عزيز أخنوش أن الاستثمار في البنية التحتية راه استثمار في مستقبل البلاد والمغاربة، حيث كل مدرسة كل مستشفى كل طريق وكل قنطرة كيشكلوا أساس في مسار ازدهار المغرب. وأعطى مثال على الدينامية الكبيرة في الاستثمار في السياحة، وقال أن المغرب استقبل 15 مليون فاصلة 9 سائح حتى نهاية نوفمبر 2024، هو رقم أكثر من اللي تحقق في 2023 كامل، وبأن طموح 2026 غادي يتحقق قبل من الوقت. رد على المعارضة في جواب على انتقادات بعض النواب، قال أخنوش: خاصنا نشوفوا النصف الممتلئ من الكأس ونفتخر في الإنجازات اللي حققتها بلادنا تحت قيادة الملك. وزاد: إلا كان شي حد كيقول ما كايناش تنمية بلا ديمقراطية حنا متفقين، ولكن قبل ما يعطي الدروس خاص يراجع الخطاب ديالو، واش فعلا خطاب سياسي مناسب للمغرب اليوم، واش خطاب تشاؤم والتغليط غادي يعطي الثقة للشباب. وختم عزيز أخنوش بأن الديمقراطية الحقيقية اليوم هي توفير الحماية الاجتماعية للمغاربة كاملين وضمان مستشفيات تليق بكرامة المواطنين ومدارس قريبة وفرص شغل جيدة للشباب. وهكا كنبداو الخوت، ما تنسوش الإخوان تكتبوا لي رأيكم في التعاليق.